بشانا بيوخون خزيانا المخبق وخلقت خطة من خرزة شاوعة منو هضرة اليوم هديرة خلخة كد مقيومة له خالو مادة من جيبة خويادة اتنشي آطرايا أو انت إيلة بتملوءة اتقشوثة درقلة إدثة. تخوت رشمة شخلبخ اديوم اتمطرسخ قدمة بوش سباي ومارمخ ايدات الخاميتا لا الممريتا ببورسة مسقتت اشتسر يوماني لكلايا بباتت أنفة على الأثار مقيم لخويادة نشي آطرايا لو ما دبقاها يوما قو آوانت حمورا بتقيلة بعت القنطرن مردوتانايا آطرايا بشاركتت مشتقلان تشت آسي وقب سياساي ومديناي عم كنشا من كل الشوباني وبشلا مقرول آها يوما الخادوراشا بتيخة مدعيتا بوت قانوني ومنيانا رابا مبشمانة إلي بيلي قو عنبا برق الإثاء ويا ولت درعت إيقارة قام قروانت آها آمريا. السيرة الذاتية للدكتورة مدرس في جامعة دهوك بعام 2023 حاصلة على شهادة الدكتوراه من كلية القانون جامعة سوران عام 2023 عضو في اتحاد الحقوقيين دهوك مسؤولة العلاقات العامة في منظمة دريا قامت بتأليف كتاب دور جهاز الشرطة في الدعوة الجزائية دراسة مقارنة شاركت بعدة مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات علمية بعدد 41 في العراق. الخبرات الإدارية من 2009 ل 2013 قسم الشؤون العلمية وشؤون الجودة والإحصاء وطرق التدريس والتدريب الجامعي في رئاسة الجامعة. من 2022 إلى 2024 عضو في مركز البحوث القانونية والسياسية كلية القانون والسياسة في دهوك. عام 2022 اشتغلت مديرة العلاقات في منظمة دريا دهوك. من 2023 وإلى 2024 مديرية ضمان الجودة في كلية القانون والسياسة. من 2024 ولحد الآن ممثلة المجلس الأعلى للمرأة والتنمية في إقليم كردستان العراق في دور المرأة في مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب. اللجان التي شاركت فيها لجنة الامتحانية نصف السنة في كلية القانون والسياسة في جامعة دهوك للعام 2023-24 اللجنة الامتحانية نهاية السنة في كلية القانون والسياسة في جامعة دهوك للعام 2023-24 عضو في لجنة دور المرأة في مكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب في مستشارية الأمن القومي في بغداد للفترة 2024 ولحد الآن عضو في لجنة المرأة في مكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب في وزارة الداخلية إقليم كردستان للفترة من 2024 ولحد الآن. من 2023 لغاية 2024 مدرس في جامعة دهوك قانون العقوبات الخاص المرحلة الثالثة. من 2024 ولغاية 2025 مدرس في جامعة دهوك علم الإجرام والعقوبات المرحلة الأولى كلية القانون. في البداية أرحب بالسادة الحضور وشكرا لدعوتنا من قبل العقيد ولاط والاتحاد النساء الآشوري. كوني أعمل كعضو في لجنة التطرف المؤدي إلى الإرهاب، محاضرة اليوم عن تمكين المرأة، يعني تمكين القانون لحماية المرأة وفق قوانين قانون الجناية قانون العقوبات. ورحبت محاضرتي إنه حملة مناهضة 16 يوم هو حملة معروفة سنويا تقام هذه الحملة لمدة 16 يوم للتوعية لإقامة مؤتمرات وورشات للتوعية كيف يمكن محاربة هذا العنف ضد المرأة. مفهوم الإيذاء ضد المرأة تعد المرأة عنصرا محوريا في بناء المجتمع، إلا أنها ما تزال تتعرض لأشكال متنوعة من العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، وحاليا كما هو معروف العنف الرقمي أي العنف الإلكتروني الذي تتعرض له الفتاة أو المرأة
إن كانت عن طريق ابتزاز إلكتروني أو عن طريق التشهير أو عن طريق قذف والسب. فيمكن حماية المرأة عن طريق القانون أو وضع العقوبات للطرف الذي يؤذي المرأة أي الطرف المتهم. وهذه المحاضرة مالتنا يعني محاضرة اليوم سوف يكون عن ما هو دور قانون العقوبات وقانون منع إساءة استعمال الاتصالات وقانون مناهضة العنف الأسري في حماية المرأة من العنف أو الإيذاء الجسدي أو النفسي أو كما يسمى بالعنف الرقمي أو الإلكتروني. الإيذاء هو كل السلوك أو امتناع يؤدي إلى إصابة المرأة جسديا ونفسيا أو جنسيا أو اقتصاديا. وكما ذكر الدكتور هناك عنف هو المعروف عنف الجسدي العنف الجسدي والعنف النفسي، إضافة إلى ذلك العنف الرقمي الذي سوف أركز في محاضرتي لهذا اليوم. عندنا في كل السلوك مجرم يكون له عقوبة وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. جرم المشرع العراقي، احنا راح ابدي من قانون العقوبات وابدي بالقوانين الاخرى. في جرم قانون العقوبات العراقي في المواد ذكرتها سوف اذكرها عفوا 413 يعاقب كل من يؤذي. هنا يتكلم بصورة عامة. ايضا هنا العنف لان عندنا في اقليم كردستان على عكس في بغداد في الحكومة الاتحادية لديهم فقط قانون العقوبات في حال تعرض المرأة لإيذاء جسدي أو نفسي أو تعذيب أو اغتصاب أو أي جرائم يتعلق بها المرأة، لأن هذا القانون عام للرجل وللمرأة، لكن يستخدمون هذا القانون أو يعني يتم تطبيق هذا القانون لأن في العراق في الحكومة الاتحادية لا يوجد قانون كما هنا في الأقليم قانون منع إساءة استعمال الاتصالات لسنة 2008 وقانون مناهضة العنف الأسري 2011. هذه القانون قوانين تحمي المرأة من أي عنف تتعرض لها. وفق قانون العقوبات العراقي إن أي مرأة تتعرض، هو لم يذكر في اسم مرأة لكن حددها كقانون عامة يتعرض لها الإيذاء الجسدي أو الإيذاء مثلا جرائم اغتصاب، جرائم الضرب المؤدي في بعض الأحيان إلى الموت أو جرائم مؤدية إلى العاهات مستديمة بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة أو إحدى هذه العقوبات. وفي بعض الأحيان تشدد العقوبة إذا وصلت لغاية إن هذا الإيذاء يؤدي إلى عاهة مستديمة وفي بعض الأحيان يؤدي إلى الموت. مثلا إذا قام الزوج بضرب زوجته وإما حسب تقرير طبي الذي يكون مرفق لدى الزوجة تقدمه عن طريق مراكز الشرطة وعن طريق المحاكم، قد تؤدي في بعض الأحيان ضربة واحدة إلى فقدانها الذاكرة. ربما يكون الزوج غير متعمدا إلى ضربها لمجرد تخويفها، ففي بعض الأحيان هذا الإيذاء يؤدي إلى موتها أو إلى إصابتها بعاهة فقدان الذاكرة. كثير من الحالات حصلت في يعني مثلا يعني يأتي بالرجل أو الزوج لماذا ضربته؟ أنا ضربته بقصد تخويفها، لكن هذا الضرب يؤدي إلى عاهات مستديمة أو إلى يعني بعض الأحيان إلى الموت، فهنا تشدد العقوبة إلى السجن. والمادة 415 هو هم أيضا متعلق بالإيذاء، بينما المادة 421-23 يعاقب بالحجز والحرمان من الحرية، وهي جرائم تحدث في النساء داخل كثير من الأسر، ليس فقط الزوج والزوجة. في بعض الأحيان قيام الأب بضرب ابنته بدافع الشرف مجرد شافه، يعني مثل قضية صارت ببصرة، الأب شاف بنته أمام الباب تتكلم مع الشاب، يعني قام بجلب السلاح وقتل البنت في الحال. هناك القوانين تطبق على يعرف الدكتور كأساس عشائري، الأب خرج بدافع الشرف. هنا عندنا في أقليم كردستان العراق العقوبات شديدة على أي رجل كان أخ أو أب أو عم أو أحد أفراد العشيرة بدافع الغيرة بدافع الشرف سوف يعاقب، لأن هذا المادة يعني تم إيقافها في أقليم كردستان وترجع إلى مادة القانون مناهضة العنف الأسري مادة 7 و 8 أعتقد. يعني نقارن كأنه يعني في بعض الأحيان عندما أحضر في ورشات في بغداد أو في بصرة أو محافظات العراق الأخرى نقارن واقع المرأة في أقليم كردستان عن واقعها في العراق،
فنلاحظ هناك فرق شاسع، حتى أن هنا يوجد استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة قامت بها المجلس الأعلى للمرأة في إقليم كردستان بالتعاون مع مديرية الصحة، وزارة الصحة، وزارة الداخل، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. هذه استراتيجية وضعت لحماية المرأة داخل الإقليم عن طريق إقامة ورشات، عن طريق إقامة دورات. هناك كثير من النساء في مناطق في إقليم كردستان، أو ليس الكثير، الأغلب منهم أو العفو القليل منهم ليسوا حاملين شهادات. عن طريق هذه الاستراتيجية التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة تقديم دورات تدريبية عن طريق تعليم الخياطة، عن طريق تعليمهم يعني التضميد الجراحة حسب أنواع الدورات. وخلال هذه الدورات تقوم هذه المجلس الأعلى بورشات توعية في حالة تعرض الفتاة إلى عنف، لأن مجتمعنا مجتمع عشائري، تخاف الفتاة الذهاب إلى مراكز الشرطة عن طريق مناهضة العنف الأسري التي تأسس في 2011. نقوم بالتوعية إنه أي فتاة تتعرض إلى عنف تذهب إلى هذا المركز أو العفو المديرية، يعني هذا المديرية فيها السرية التامة وحماية على حياة الفتاة إن كانت بنت أو حياة الزوجة. هذه المديرية موجودة هنا في أقليم، لكن في العراق لا يوجد مديرية مناهضة العنف. يعتمدون على القوانين العقوبات التي صدرت 1969، مر عليها زمن كثير. هنا لماذا أقارن بين العراق وبين يعني بغداد الحكم الاتحادي والأقليم؟ لدينا هنا المرأة يعني أكو تعنيف، أكو مسائل طلاق، أكو خيانة زوجية، أكو إذا أكو قتل يعني بدافع الشرف، لكن مثل ما يقولون يعني شلون العفو الحماية أو يعني تطبيق القوانين يكون بصورة صحيحة عن طريق قانون منع مثلا فتاة كانت جامعية، وإذا كان في البيت في الفتاة المراهقات عندما يتعرضون لابتزاز إلكتروني عن طريق إرسال صورهم إلى شخص يوعدهم بالزواج، هذا الشخص المقابل يهددها. هنا لدينا في أقليم كردستان قانون منع إساءة استعمال الاتصالات، وهذا القانون قد يؤدي إلى عقوبة الحبس والغرامة، وقد تؤدي إلى عقوبة من 3 أشهر إلى 3 سنوات في حال تعرضت الفتاة. ويعني الفتاة تلجأ إلى مديرية مناهضة العنف الأسري، يعني هو هاي القضايا التابعة للمحاكم، بس لأن تلجأ إلى الأمان وإلى السرية في مديرية مناهضة العنف الأسري. أي فتاة كانت أو أي زوجة في حال تعرضها إلى هذه الإيذاء أو إلى التهديد، خاصة العنف الرقمي أو العنف الإلكتروني عن طريق ابتزاز إلكتروني، لأننا في عصر تكنولوجيا، الكل يستعمل وسائل تواقع فيسبوك، الانستغرام، الموبايل، اللابتوب، يعني جميعها هذه فيها إيجابيات لكن سلبيات للفتيات الذين لا يعرفون استخدامها. ففي هذه يعني فهنا في أقليم الكردستان فيها قوانين يعني شديدة تعاقب ولا تسمح لأي شخص أن يؤذي فتاة في حالة إذا قام الرجل أو الشاب بمواعدة فتاة بالزواج ولم يقم أخذ من الصور وعلاقات. قانون أيضا عاقب على من يواعد فتاة ولم يقم يعني بوفاء بوعده بالزواج عقوبته 3 سنوات. صحيح؟ وإذا وعدت امرأة فتاة إيه يعني هاي القوانين كلها منظمة هنا في أقليم كردستان، وخاصة يعني بدي أقول يعني بدي أروح هناك ببغداد يقول أنتم يعني واصلين مراحل متطورة تعالجون هاي. أكو قضية صارت ببغداد، فتاة عايشة مع أخيها، يعني تطبيقات عن الواقع دا أجيب. هنا عندنا أكو حد بس ماكو هيك حالات، فتاة عايشة ويا أخوها بمنطقة بغداد، الفتاة مراهقة 14 سنة سوت علاقة غير شرعية مع جيرانها. زوجة الأخ تخبر زوجها يعني هل لاحظت يعني أختك إنها في حالة يعني بطنها ترتفع، راح تشوف العملية. الأخ ايش سوى؟ ودى أخته لمكان يعني مثل عفوا المزابل هناك ببغداد، هو ذبح وقتلها هناك، يحسب ماتت، سوى له عزا، طلع له شهادة وفاة. تجي دورية الشرطة هناك تسمع الصوت يجي من داخل عفوا المزبلة أو منطقة مهجورة أنين. أخذوا الفتاة عالجوها، حاليا الفتاة في دار الأيتام عمرها 18 سنة. يعني
دا أحكي عن هاي القضايا لا عندها شهادة تثبت، لأن هي بالحكومة متوفية دائرة أيتام، يعني هي فتاة يعني عايشة وصحتها زينة وما يقدرون يطلعون تثبت يعني إنه على قيد الحياة. فهاي المشكلة الحمد لله هنا بالأقليم أكو مشاكل، بس مشاكل ما توصل للحد إنه الفتاة عايشة على قيد الحياة يخافون يبلغون أخوها، والأخ معتبرها ميتة ودافنها بوادي السلام بالنجف. يعني اكو يعني مقدمه هناك بالشق المجتمعي تشوفني حالات يعني حتى العقيد والله يعرف اكو حالات زي المحارم يلزمون الاب شو يسوي له؟ يسجنوه. اكو حالات يشوفوني يعني ما قدرت اشوفها صعبه. فهاي احنا هنا بالاقليم نحاول نسيطر عليه، ما اقول انه 100% لا، اكو حالات عندنا زنا المحارم، اكو حالات اغتصاب، اكو حالات انتحار. اذا الفتاه خافت تبلغ اهلها انه صورها يعني صور عاريه انتشر الها تنتحر، او مثلا يقوم العائله بقتل فتاه بغلاف الانتحار، في هذه الحاله يضيع حق الفتاه راحت. بس احنا عن طريق القوانين او المشرع في الكردستان عن طريق قانون مناهضه العنف الاسري وقانون منع اساءه استعمال اجهزه الاتصالات نستطيع ان ناخذ حق كل فتاه او زوجه تعرضت الى الايذاء او الى الاغتصاب. حالات اغتصاب تصير طفله صغيره عمرها 4-5 سنوات تغتصب. في حالة اغتصاب هو جريمته عقوبة الإعدام، صح؟ هنا عندنا الخلل شوية، ماكو تنفيذ عقوبة الإعدام، صح ولا لا؟ ايه اكو بس بدنا ننفذ، يعني واحد يكون واقع حال. ايه مو يعني على مود شنو انه اتفاقيات حقوق الانسان منع الاعدام. يعني اكو حالات هوايه بريئه تنعدم بعد الاعدام تطلع بريئه، بهالحاله شلون حقها راح مات خلاص. فأنا من خلال هاي المحاضرة أؤكد أنه تطبيق القوانين أو القانون داخل أقليم كردستان العراق، قانون مناهضة العنف الأسري مع قانون منع إساءة استعمال الاتصالات في العنف الرقمي أو كما هو المعروف بالعنف الإلكتروني أو ابتزاز الإلكتروني أو التشهير أو التهديد. مرات العلاقة بين الولد يعني مو إلى مرات كبار بالعمر، مو إلى صغار مراهقين، لا، اكو متزوجه تتعرض الى التهديد من قبل شخص، صح ولا؟ واحد يحكي واقع حال. في هذه الحاله يؤدي مشاكل بين الزوجيه او الطلاق او خربان يعني بيتها، مثلا شاف صورتها او تحدث مثلا اكو الناس ماخذين فيسبوك، وحده فتاه ماخذين فيسبوك اكو صوره بالذكاء الاصطناعي، ساعتها ذكاء اصطناعي داخل شهروا لها صوره وهي البنت ما لها اي ذنب. في هذه العائله الاب والاخ والعم ما عندهم تفكير بصوره بنتهم انتشرت انه بصور مخالفه للاخلاق، يعني انه على اساس يعني شلون يقولون شرف، داعي الشرف يقتلوا بنيه مع ان البنيه بريئه. في هذه الحاله اي فتاه تتعرض الى هذه الانواع من الابتزاز الالكتروني او تهديدات تلتجئ الى مديريه مناهضه العنف الاسري، وهذه المديريه عندها السريه التامه، عندها قوانين، عندها محكمة، عندها مكتب استشاري يحجون الفتاة، عندها مكان آمن يخلوها البنية لا تتعرض من القتل من قبل أهلها. وهذه المديرية بأربيل وسليمانية وبدهوك زاخوة مكلولة، زاخوة مفتوحة. هاي المديرية أي فتاة تتعرض أو زوجة تتعرض إلى العنف تلتجئ إلى هذه المديريات في حال مثل هاي المديريات. قانون مناهضة لا توجد في العراق. أنا ليس انتقاصا بالعراق، بس دا أقارن بمجتمع إحنا دا نعيشها بحكومة المركزية وهنا وحكومة أقليم كردستان العراق. وما أعرف أخذت الوقت هواي لو لا، وآسفة على الإطالة، أشكركم لحسن إصغائكم. اتيو إلى خامن يومانة اشتسر يومانة إلى شقلت ساعتة متحدة بت حملة عنف ضد المرأة. إجا خيادة نشا هماشا إلى سندانة قائدتها بكل قغلة، إجا كل شيتها أخنانية وذخوة محاضرات وندوات ويا أي شيتها ودلن أول ومادا مقبل الناشط اتلي نسيانة بدو مندي هلبت نيشة ديان إيلي قاخ ميثت أتا
ومذيثة دية بود زدقة دية بود آين إني لا ثايخك مردوبي إلا دية إجيني للبخرة إني للنوشة إني ل زوزنائيث مثلا خكمة جبيثة لي مبري زوزقة يعني أتا إجيني لا يمد بيثا إني لبرات يعني كو شوبت إلى آية كل أن وهدية تتلن أي سوشيال ميديا تلن رابا وهذا ابتزاز بمواقع التواصل الاجتماعي رابلا مور لجوخا أي قوثة جوخا مرة وهذا الكار الذي ليلم صايقة يوا كل أنا مديانة بيخ مذخلقة نشديا قتلا نبليقو غلطة تتاوي تشكبني بيتخك ما مود عنواثة بيتخك ما قانوني خميثة دية قال دوني شان أخنا ندي قثرا أو يومات إسري أطشب تشرين تريانا شيت تريل بوسري خمشة خامن دن يوماني اشتصل يوماني دي هماشا زي خخلة أو خوباطة